اهلا بيكم معايا في قناة حكايات ماما ميرو. طبعا مع بداية الدراسة بيحصل لبعض الامهات شوية توتر. المشكلة لو التوتر ده اتنقل للولاد بيعمل مشاكل جامدة، وبيعمل حاجة من الاتنين: يا بيعمل طفل متوتر ما عندهوش ثقة في نفسه طول الوقت عايز يرضي امه ويهديها، يا اما بيعمل طفل عنده لا مبالاة مفيش اي حاجة فارقة معاه. النهاردة ان شاء الله هنعرض في الفيديو ازاي بيحصل التوتر من الام، وازاي نقدر نعالج المشكلتين بمنتهى الحكمة. وما تنسوش تسمعوا النصيحة اللي في اخر كل فيديو من فيديوهاتي، واللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد من حكايات ماما ميرو. ويلا بينا على الحلقة. بقولك ايه، مش عايزاكي تغلطي ولا غلطة النهاردة. انا تعبانة معاكي دروس ومذاكرة، خلاص جبت اخري. على الله تنقصي نص درجة حتى، مش هسامحك ومش هسيبك ومش هسكتلك. حاضر يا ماما، انا بذاكر كويس بس خايفة. بقولك ايه، مش بعد كل ده تقوليلي انا خايفة. زي ما قلتلك تركزي كويس وما تغلطيش ولا غلطة. نص درجة تنقصيها في الامتحان هتشوفي اللي هيحصل لك يا سارة. حاضر يا ماما. يا سارة اهدي، من ساعة ما امتحاننا خلص وانتي عمالة تعيطي، مالك؟ اهدي. ماما قايلالي لو قلت نص درجة بس مش هتسيبني. انا شايفاك يا سارة مجتهدة وبتحلي، امال انا اعمل ايه؟ ده انا غلطت غلطتين. يلا ربنا يستر بقى من ماما. ان شاء الله يا ولاد يوم السبت اللي جاي عندكم امتحان، عايزاكم تذاكروا كويس وربنا يوفقكم ان شاء الله. يوه، امتحان ايه القرف ده؟ يا عمي كبر، واحنا يعني متذاكر قوي؟ عندك حق يا احمد، ولا مذاكره ولا بتاع. الواحد عايز يروح كده من المدرسه يقعد كده ويلعب شويه، مش لسه ولا مذاكره وقرف. اقعد منطق احسن. ماما هي وجع دماغي، كل شويه ذاكر، حاجه الزهق. ايه ميرو حبيبتي، مالك قاعدة زعلانة مكتئبة كده ليه؟ في ايه مالك؟ انتي كان عندك امتحان النهاردة، عملتي ايه فيه يا حبيبتي؟ هقولك يا ماما بس متزعليش مني. لا يا حبيبتي مش هزعل، انتي عاملة اللي عليكي حتى لو عندك غلطات. ايوه يا ماما، الصراحه عندي غلطتين. طب قوليلي انتي ازاي غلطتي الغلطتين دول رغم انك مذاكرة كويس يا ميرو؟ اتوترت وخفت، وده اللي خلاني اغلط غلطات هايفه. وايه يا ميرو اللي موترك؟ هو انتي بتشوفيني بضغط عليكي في اي حاجة؟ مادام يا حبيبتي بتجتهدي وبتعملي اللي عليكي مش مطلوب منك اكتر من كده. سيبي الباقي على ربنا، ارمي حمولك عليه. لا بس اكيد في حاجة برضو وترتك. في ايه اللي حصل وترك؟ الصراحة يا ماما، أنا صاحبتي سارة كانت عمالة تعيط وأنا سألتها أنتي بتعيطي ليه؟ قالت لي أنا خايفة من ماما عشان هي قالت لي لو أنا بس غلطت نص غلطة بس هي هتموتني. ياه للدرجة دي مامتها صعبة؟ بس مامتها حرام ضغطها قوي، والتوتر اللي عندها نقلته ليكي. غريبة قوي مامتك الصراحة. يا ماما الحمد لله اللي هي مش مامتي. هي اكيد يا حبيبتي مامتها بتحبها، بس طريقة حبها ليها ممكن تضغط عليها وتوترها جامد جدا. أنا بحبك قوي يا ماما. وانا كمان يا حبيبتي بحبك قوي، وبحبك زي ما انتي سواء غلطتي او ما غلطتيش. المهم اعملي اللي عليكي يا حبيبتي وخلاص. ايه يا احمد، انا قريت في الجروب دلوقتي ان عندك امتحان يوم السبت. مش شايفاك يعني مهتم ولا بتذاكر ولا في دماغك خالص. كل امتحان على كده يا احمد هتغلبني عشان تذاكر؟ أنا عارف كل حاجة يا ماما، مش محتاجة أذاكر. وانت عرفت منين انك عارف كل حاجة؟ جربت تحل امتحانات ولقيت نفسك عارف كل حاجة يعني ولا ايه؟ ماما أنا عايز ألعب دلوقتي، كمان شوية هذاكر.
عموما بقى براحتك، عايز تجيب درجات وحشة، عايز تفضل كده، انا مش هقعد اتعب نفسي كل مرة على الفاضي، بجد كده حرام. ايه يا مروة، الولاد عاملين ايه؟ الولاد عندهم امتحانات الايام دي، بس ميرو التوتر اثر عليها في الحل، ودي مشكلة انا بقابلها مش عارفة اتعامل معاها ازاي. اما احمد بقى عنده لا مبالاة رهيبة، مش عايز يذاكر خالص. يا ريت انت بقى تقعد معاه كده وتشوف له حل. وليه ميرو بتتوتر كده في الامتحانات؟ انتي ضغط عليها او موترة اعصابها ولا ايه؟ ابدا، عمري ما اضغط عليهم ابدا في الامتحانات، بس هي البنت زميلتها اسمها سارة كانت اعصابها بايظة بسبب مامتها، نقلت التوتر لميرو، وانا عايزة اعلمها اصلا ان هي بدل ما تنقلها التوتر تهدي صاحبتها وتهدى هي كمان. ياه، مامتها كمان موتراها بدل ما تديها ثقة في نفسها وتديها الشجاعة اللي هي تحل في الامتحانات. مش عارفة ليه الامهات راعبين الولاد كده من المذاكرة، مع ان الموضوع ابسط من كده بكتير. الطفل لو دخل اعصابه هادية حتى لو مش مذاكر قوي هيقدر يشغل مخه ويحل. باسلوب الاهل دماغهم بتقفل وتبقى زي الحجر، بعد كده العيال ما بيفهموش حاجة ولا بيحلوا اي حاجة ودماغهم بتطلسم خالص. عندك حق، وفي الاخر يجيبوا اللوم على الطفل، مع ان هم الاساس في بوظان اعصابه وتقفيلة مخه خالص. عموما انا اتكلمت مع ميرو وفهمتها ان اللي مامة سارة بتعمله ده غلط، وقلت لها برضو ما تتأثرش وما تتوترش برأي اي حد، ولازم تركز في نفسها ويبقى عندها ثقة في ربنا وفي اللي ذاكرته وتعمل اللي عليها وخلاص. برافو عليك، هو ده الصح وعين العقل كمان. طب بص بقى يا ادهم، عشان احمد ده مدوخني، عنده امتحان يوم السبت ومهما اتكلم معاه يقول لي انا عارف كل حاجه، انا مذاكر كل حاجه، انا فاهم كل حاجه. ادخل بقى انت كده اتكلم معاه وشوف حل معاه. بس كده عينيا الاتنين. ايه يا احمد يا حبيبي، عامل ايه دلوقتي في المذاكرة؟ الحمد لله يا بابا كويس. انا سمعت يا احمد ان انت عندك امتحانات وشكلك مش مهتم. بتعمل ايه دلوقتي؟ شكلك عندك حاجات كتير مش في دماغك حاجة. تذاكر ايه يا بابا؟ انا عارف كل حاجة. برافو يا حبيبي، ويل دان. هاتي بقى كتاب الماس عشان نحل شوية اسئلة كده واشوفك بتحل ازاي. بكرة يا بابا احل في الامتحانات. هتحل بالفقاقة كده يا احمد؟ مفيش تمارين ولا اي حاجة؟ ايوه يا بابا صح، عرفت ازاي؟ هات الكتاب واوريك عرفت ازاي، وما تجادلش كتير في المذاكرة. يا بابا جبت الكتاب. طب حللي التست بتاع شابتر 1. طب اول سؤال ده يتحل ازاي؟ عرفت بقى ان ده ما ينفعش والفقاقة دي ما تنفعش خالص، لازم تحل تمارين باستمرار، لازم ممارسة يا احمد. انا كنت عارف الحاجات دي بس نسيتها. انا ليه يا احمد بقولك باستمرار؟ عشان ما تنساش كتير، عشان كل ما تحل باستمرار المعلومة هتثبت في دماغك. انت هدفك عايز تطلع ايه يا احمد لما تكبر؟ ناس اطلع انجينير. عايز تطلع مهندس يعني؟ انت لازم تجتهد وتذاكر كويس، ولازم تطلع متفوق وتحل كتير. عايز مجهود منك يا احمد، ما ينفعش التكاسل ده. حاضر يا بابا حاضر. ما شاء الله، واضح ان باباك اتكلم معاك وربنا يا ابني يوفقك. ماشي يا ماما، ينفع تحط لي اكل عشان انا جعت؟ تاكل؟ انت لحقت يا ابني؟ حاضر، باين عليا حسدتك. اوعي تنسي ان انتي بالنسبة لطفلك مصدر الامان ليه، اوعي بسبب خوفك توتريه، اوعي بالعجز واليأس تحسسيه. ثقته في نفسه وحالته النفسية اهم من اي حاجة تانية. اما بقى لو عنده لا مبالاة وعدم احساس بالمسؤولية، يبقى ساعتها لازم توقفيه وتشدي عليه وبالمسؤولية تحسسيه. ولادنا أمانة لازم نراعيها، ومش المذاكرة هي كل حاجة احنا بنفكر فيها، علشان
الطفل وراه حاجات كتير 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 غير المذاكرة. لازم نهتم بصحته النفسية، لازم نهتم بمواهبه، لازم نهتم بكل حاجة بتحيط بيه. لازم نعلمه يكون ذكي اجتماعيا، مش مذاكرة وبس، مذاكرة مع مجموعة حاجات كتير. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، وما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد من حكايات ماما ميرو.